بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلب مجنة، جبت لكم أكلة كلكم بتموتوا فيها وبتعشقوها، بس الأكلة بتاعتنا بتحب اللمة. المحشي بقى وتفاصيله الجميلة وقعدته ولمته ملهاش وصف. يلا بقى نبدأ كده وصفتنا ونسمي الله ونذكر نذكر الله ونقول بقى ايه هنعمل ايه. معانا بقى حلة كبيرة على النار فيها مية وحبة من الملح والكمون وحبة من السكر. هنبدأ نقطع الكرنباية بتاعتنا ونسلقها ونعمل التسبيكة. حلة بقى فيها حبة من الزيت، هنكون مقطعين 3 بصلات كده وسط اوفر منهم في الكبة. هنصفر بقى البصلاية بتاعتنا، ولو عندنا بقى عصير طماطم او لو طماطم مسبكينها في الفريزر وشايلينها. هنا بقى بوريكم ان احنا كنا بنسلق الكرنب اهو، واهم حاجه واحنا بنسلق الكرنب ده ما نخليش السوا بتاعه جامد قوي علشان نعرف نقطعه واحنا بنحشيه. توابلنا بقى بتاعت التسبيكه فلفل وكمون وملح ونعناع ومرقه ماجي و7 بهارات وحبه من بهارات المحشي. هننزل بقى بكل دوت، وما ننساش طبعا نص معلقه من السكر في التسبيكه بتاعتنا. هنبدا بقى نقلب التسبيكه بتاعتنا كده ونسيبها شويه كده على نار هاديه لحد ما تتقل كده وقوامها يبقى حلو، والزيت بتاعها يبقى فوق الوش كده. هنعرف كده ان هي اتسبكت كده. بقى نسيبها كده تتسبك على نار هاديه، وحطينا السكر بتاعنا اهو ونسيبها بقى تغلي كده. تمام، نبدا بقى نشوف هنعمل ايه. هنا بقى كنا خلصنا سلق الورق كله. هنبدا بقى نقطع الورق. احنا ما بنحبش بقى نقطعه كبير، بنقطعه كده ونرصه في مصفى كده عشان لو في اي ميه ولا حاجه تصفى وما يبقاش في اي ميه خالص. تمام، يلا بقى نقطع الورق ونبدا بقى التسبيكه بتاعتنا تكون اتسبكت ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى كنا مقطعين الخضره وغسلينها. انا بحب بقى الخضره بتاعتي معايا هنا في المحشي الكزبره والشبت بس، ما بحطش بصراحه بقدونس. وغسلنا الرز وصفيناه وكانت التسبيكه بتاعتنا اتظبطت، وهنبدا بقى ننزل بيها كده على الرز والخضره، ونبدا نقلب كله في بعض ونبدا نحشي. يلا بقى كده قومي تشجعي كده واعملي اكله حلوه كده واعزمي اختك حبيبتك. انا بصراحه المحشي ده حبيبتي اختي طبعا هي اللي بتيجي تعمله لي. انا بقول لها بصي انت اللي هتشيلي الليله كلها، تقول لي عينيا حاضر، وتجيب عيالها وتقوم جايه بالك كرنبايه معاها وتقعد بقى تعمل. هي بتحب عمايل المحشي، ربنا يخليها ليا يا رب وما تحرمش منها ابدا. بتقعد بقى هي تحشي المحشي كده وتظبطه. وجت بنتها قالت لي يا خالته عايزه اعمل مع ماما، ممكن اغسل ايدي واعمل؟ قلت لها تعالي يلا، زياده الخير خيرين، يبقى البت وامها. وبدأت بقى تعمل كده معايا وبدأنا قلنا نعمل صينية فراخ حلوة كده، معانا ملح وفلفل وكاري ومرقة دجاج وليمونة. غسلنا بقى الفراخ وقطعناها، وقطعنا طماطم وفلفل ألوان وبصل حلقات. هبدأ بقى أنزل بالبصل الحلقات دوت، وبعد كده أدعكه كويس قوي بالتوابل ديت. وبعد كده ابدا بقى اتبل الفراخ بتاعتي طبعا غسلها بملح وليمون ودقيق، ومصفياها برضو في مصفى كده عشان ما يبقاش فيها اي زفره خالص. وابدا بقى ادعك الفراخ بتاعتي بالتتبيله ديت. ويبقى كمان احلى واحلى لو حبيتي كمان تسيبيها في التتبيله. تمام، نبدأ بقى ننزل بالطماطم بقى وندعك كده ونتبل الفرخة كده من تحت الجلد ومن بره ومن جوه. ونبدأ بقى نجيب صينية هنحط فيها شوية من الخضار كده في قعر الصينية كده، ونحط بعد ما نعمل كل واحدة نقوم حاطينها وفي الصينية. هكمل بقى بقية النظام على كده ووريكم بقى شكلها يبقى عامل ازاي. طبعا بقى وانا بعمل كل حاجة بقى مش نضيفة حواليا على طول في الحوض، واغسلوا على طول المواعين. انتوا مش هتعملوا واعزمكم واكلكم ومش هتعملوا حاجه معايا، لا ده انا وقفتهم من اول العزوبه من اولها لاخرها. قلت لهم عايزه المطبخ ده بيبرق. قالوا لي بس كده يا مجنة عنينا حاضر، احنا ما نقدرش نزعلك، كفايه ان انت عامله لنا عزومه حلوه زي كده. قلت لهم ماشي. بدأنا بقى خلاص كده الفراخ كانت يعني كنا تبلناها ومهنا بقى كانت خلصت لنا خلاص بقى حشو المحشي بقى. هنبدأ بقى نسقيه. لو عندنا حبة من الشوربة هنتبلها برضو بمرقة دجاج وملح وفلفل، وننزل بمعلقة سمنة بلدي بقى كده على الوش. وحشينا البتنجان والدنيا جميلة. وهولع على الفراخ دي على البوتاجاز وهوطي عليها خالص تنزل ميتها خالص وتشرب منها، وابدأ احطها في الفرن تاخد وش. كنا عملنا بقى شويه سلطه حلوين وصينيه رقاق، هبعت لكم برضو الوصفه بتاعتها ان شاء الله. والمحشي بتاعنا كان استوى. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى باللايك والشير والاشتراك عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. باي باي. قعدة حلوة بالحبايب لما اتجمعوا.
هغنيها لكم اسمعوا.